إلا عليه، وما هو بقول بشر. فقد تلا علينا فضيلة طارئ الشيخ جمال السيد حسين من سورة هود، وبدأ بقول الله تبارك وتعالى: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. أي أن الله تبارك وتعالى أنذره وقال له: يا نوح، قد آمن بك عدد قليل من قومك ولن يؤمن بك أكثر من هذا العدد. وانتهى الأمر. وقيل أن هذا الوحي تم بعد أن دعا نوح على قومه، وذلك بعدما تعددت ألوان دعوته لهم، كما حكى الله تبارك وتعالى عنهم عندما قال تبارك وتعالى: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. لم تصح معهم هذه الطريقة، فانتقل نوح إلى طريقة أخرى، فقال: ثم إني دعوتهم جهارا، أي جهارا نهارا على مرأى ومسمع من الجميع. ولم تصح معهم هذه الطريقة أيضا، فقال: ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، أي ما من طريقة إلا ومارسها نوح مع قومه، ما من فن من فنون الدعوة إلا ومارسه نوح مع قومه، إلا أنهم لا يسمعون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فالكافر عندما يعاند، الله تبارك وتعالى لا يحب من عباده العناد، فإن عاندت الله تبارك وتعالى يقول لك من فوق 7 سماوات: أأنت يا عبدي تعاندني؟ طيب أنا هختم على قلبك بخاتم الكفر، لا خلي الكفر يطلع منه ولا الإيمان يدخله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم كما قال تبارك وتعالى: فقلت استغفروا ربكم، توبوا إلى الله وعودوا إليه ووحدوه واعبدوه ولا تشركوا به شيئا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا سيغفر لكم إن تبتم وإن عدتم. ولم لا، والله تبارك وتعالى كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: عبدي إذا تبت ثم أذنبت ثم تبت فلا تستحي أن ترجع إلينا ثانية، وإذا تبت ثم أذنبت ثم تبت فلا يمنعك الحياء من أن ترجع إلينا ثالثا. لما يا رب؟ قال: لأنني أنا الجواد الكريم الذي لا أبخل. الكريم من؟ الله. يقول تبارك وتعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ماذا يرجع على الله من الفائدة إن امتلأت جهنم بعباده؟ ماذا يرجع على الله تبارك وتعالى؟ حتى وأنت تعبده لا تزيد في ملكه شيئا، وإن كفرت به لا ينقص من ملكه شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكه شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ومن في الملأ الأعلى ومن في الأرض جاءوني في صعيد واحد فسألني كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من خزائني شيئا
إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. نعم، خزائنه لا تنفد أبدا، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. يا عبادي أنا واجد ماجد، عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. نعم، تفنن نوح في دعوة قومه، لكن أحس نوح بعد كل هذا الزمن 1000 سنة، ومع ذلك لم يؤمن به إلا عدد قليل من أهله ومن قومه. فلما يئس منهم دعا عليهم: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك. قمة الغضب من قومه إلا أنه تذكر والده ووالدته وتذكر ذريته ولم ينساه، فقال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ساعتها أوحى الله إلى نوح أنه لن يزيد عدد المؤمنين بك حتى ولو نفرا واحدا. إذن ما الأمر يا رب؟ سأرسل إليهم عذابي. وقد قلت لكم بالأمس أن الله تبارك وتعالى استأصل جميع الأمم التي كفرت به إلا أمة يونس عليه السلام. إلا أمة يونس كاد الله أن يرسل عليهم العذاب لولا أنهم بادروا بالتوبة قبل نزول العذاب مباشرة. وقد قلت لكم ذلك، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. الله تبارك وتعالى لما فارقهم نبي الله يونس ظنوا أن هذا يعني فراق النبي لهم، ظنوه أنه عذاب من الله، فذهبوا إلى الجبال وتوسلوا إلى ربهم: تبنا إليك ورجعنا إليك يا رب، يا رب اقبلنا، يا رب إن لم تقبلنا نحن فإلى من نلجأ. ولبسوا المسوح وكاد العذاب أن ينزل عليهم لولا أنهم بادروا وتابوا إلى الله قبل وقت العذاب. هذه أمة يونس استثناها الله من العذاب. أما أمة محمد فوقاها الله من العذاب، وهذا هو الفرق يا إخوة. هنا استثناء للقاعدة سنن الله الكونية، أن الله تبارك وتعالى كان يستأصل كل الأمم التي تكفر به إلا قوم يونس، استثناهم من هذه القاعدة لأنهم بادروا بالتوبة قبل وقت العذاب. أما أمة محمد فقد حفظها الله من العذاب، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم إكراما لك يا حبيبي، طالما أنت فيهم لا أعذبهم أبدا مهما فعلوا. طيب إن مات النبي صلى الله عليه وسلم ترك الله لنا الأمان الثاني: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. طالما نحن نستغفر الله تبارك وتعالى، ولذلك قال المصطفى: ما أصر من استغفر ولو عاد إلى الذنب في اليوم 100 مرة. هكذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، أمان. ولذلك لما جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال له: يا أمير المؤمنين. قال له: نعم. قال له: أنا رجل فقير لا أجد من متاع الدنيا شيء. وهو بيشكو إلى عمر، يظن أن عمر يعني يأتي بالمال من بيت مال المسلمين ويعطيه له. فقال له عمر: يا أخي اذهب فاستغفر الله. فجاء إليه رجل آخر وقال له: يا أمير المؤمنين. قال له: نعم. قال له: إني عقيم، وإني قد دعوت الله مرارا وتكرارا بأن يرزقني الولد. فقال له: اذهب فاستغفر الله.
فيعني الصحابة كانوا يقعدوا حوالين سيدنا عمر، وسيدنا عمر يعني ليه جانب كده يسمى بفقه عمر، الفقه الخاص بمين؟ لذلك المصطفى قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. يقصد من؟ يقصد سنة أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي، يقصد هؤلاء عليكم بسنتي. طب وأضاف سنة الخلفاء لسنته ليه؟ قال لك لأني ستستحدث أمور بعد موت المصطفى صلى الله عليه وسلم، تجد أمور جديدة، فاللي يقولوا عليه امشوا عليه. المصطفى هو اللي وصى قبل موته بالكلام ده صلوات ربي عليه. فسيدنا عمر كان ليه فقه، فالصحابة حواليه يعني، فقالوا له انت كل واحد يجي لك تقول له استغفر الله، قال له انا جبت حاجة من عندي؟ ده ربنا اللي قال فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. وجاله واحد ثالث نسيت، قال له انا مريض ولا اجد لمرضي دواء. انا ايه؟ مريض ولا اجد لمرضي دواء. فقال له عمر استغفر الله، روح البيت اقعد كده اعمل ورد، تقول استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. اعمل ورد وعد، ولو كل يوم 100 مره بس. يا اخي مش قادر تقول الجمله دي ومش عارف تحفظها، 100 مره قول استغفر الله بس، كفايه الكلمتين دول. استغفر الله، عد 100 مره كده على السبح، استغفر الله استغفر الله استغفر. امان، طول ما انت بتستغفر انت في امان، ربنا اللي قال. فطبعا الصحابه حوالين سيدنا عمر بيقولوا له طيب اللي جالك مريض ده وعايز دواء ومش لاقي دواء لمرضه، تقول له استغفر الله. قال اي، هو سيدنا هود قال ايه لقومه؟ فقلت استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا ويزدكم قوة الى قوتكم. يزيدك عافية. انت بتستغفر بقى، ما هو انت ذكي، انت ذكي، انت بتنتهز الفرص. هي دي الكنوز يا اخوان. الكنوز مش في جمع الفلوس ولا الارصده بتاع البنوك، اللي بيموت بيسيب كل حاجه. هي دي الكنوز بقى. عايز تعيش في امان، عايز تامن نفسك، الامان مش ان انت تروح تعمل تامين مش عارف على ايه والكلام الفارغ ده، لا، الامان عند ربنا. طيب الامان بايه؟ بالاستغفار. فقال له انا جبت حاجه من عندي اهو، النبي بيقول له ويزيدكم قوه الى قوته. قال له والتاني جاي يشكي لي من ايه؟ من العقل. والتالت جاي يشكي لي من ايه؟ من قله الفلوس. فانا قلت استغفر الله من باب قول الله تعالى فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. يبقى انتوا فيه ايه؟ انتوا فيه ايه؟ احنا بنجيب حاجه من عندنا. ولذلك انا بقول لكم ان كان في سيدنا عمر كان له فقه خاص به، وعلى فكره الفت في ذلك كتب. هناك كتاب للمسلم اسمه فقه عمر، وهناك أقضية ابن مسعود وأقضية علي. يعني دي أمور استجدت بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وحكموا فيها بما يوافق كتاب الله وسنة رسوله. يعني حدث ان سيدنا عمر جاله واحد فقال له يا امير المؤمنين، قال له ايوه، قال له انا في واحد جاي يخطب بنتي. قال له ايوه. فقال له وبنتي وقعت في جريمة الزنا. قال له ايوه. قال له اصارحه ولا ادي له بنتي؟ امور استجدت ولا ما استجدتش؟ امور استجدت اهي بعد عهد النبي. الكلام ده ما كانش يحصل في عهد النبي، صح ولا ايه؟ ولذلك كان سيدنا عمر دايما يدرأ الفتنه كده لما تبقى صغيره، ما يستناش لما الفتنه تكبر، لا لا لا، يستأصلها من جذورها وهي ايه؟ وهي لسه بتنبت. لذلك انا هقول لكم حاجه حصلت بينه وبين حذيفه بن اليمان رضي الله عنهم جميعا. فطبعا قال له اعمل ايه؟ اصارح الراجل اللي داخل عليا؟
ولا اديله بنتي؟ فقال له لا، اديله بنتك واوعى تقول له على حاجه. قال له طب مش كده انا ابقى غشيته؟ ما انا ابقى غشيته. فقال له اديله بنتك واوعى تطلع كلمه من بقك ليه ولا حتى لغيره، حد يعرف الكلام ده غير انا وانت؟ قال له لا. قال له خلاص انتهينا. الراجل ماشي وعاطيله ظهره، خلاص ماشي. خد كلام سيدنا عمر، كلامه اوامر، ده امير المؤمنين. فماشي الراجل، فنادى عليه وقال له ايها الرجل. قال له نعم. قال لئن بلغني عنك انك قد فضحت امر ابنتك لهذا الذي دخل عليك يريد نكاحها لاقطعن راسك. طب يعني هو كان منطق سيدنا عمر في الحكايه دي ايه؟ اما انا بقول لكم فقه مين؟ فقه عمر. ادي الفقه بقى يبان يا اخوان. ايه المنطق؟ منطق يقول لك واحد بس يبتلى احسن من عيله كامله تغور في داهيه. صح ولا ايه؟ العار يصيب ايه؟ عيله كامله. لكن واحد بس يبتلى اهون من ايه؟ اهون من عيله. صح ولا ايه؟ يبقى هو بيختار ايه؟ بيختار احسن الوحش. صحيح، هو ده مش حلو وده مش حلو، بس نختار ايه؟ الاهون. الاهون نختار. صح ولا ايه؟ مش كنا بنتكلم يا شيخ محمد في الموضوع ده على نختار الاجرب؟ صح ولا ايه؟ فهو بيختار ايه؟ بيختار الاهون. وكان عمر بن الخطاب يحب الستر دائما. من باب قول المصطفى من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. من ستر مسلما. يا أخي طب أنت مش عايز ربنا يسترك؟ استر المسلمين. ما تتكلمش في أعراض الناس، استرهم. لو حد اتكلم قدامك قول له اسكت بالله يعني. قول له اسكت. هو يعمل لك ايه؟ قول له اسكت، مش عايزين نسمع يا أخي. يا عم الخبر بتاعك اللي انت هتضيف عليه بهاراتك مش عايزينه. يا عم بالله عليك ما عايزين نسمع الكلام ده. استر عشان ربنا سبحانه وتعالى يسترك. ولذلك انا بقول لكم ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يئد الفتنة من جذورها، ما يخللهاش جذور عشان ما تنبتش تاني. ولذلك لما قعد هو حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. مين حذيفة؟ حذيفة ده يا اخوانا كاتم سر رسول الله. يبقى سر المصطفى كان مع مين؟ كان مع حذيفة. حتى ان ربنا سبحانه وتعالى لما اوحى للمصطفى باسماء المنافقين في المدينة، اسماء المنافقين سيدنا المصطفى اعطاها لحذيفة. يبقى حذيفة عارف مين المنافقين باسمائهم. حتى انه سئل عن عددهم فقال 70. بس اكثر من كده ما قولش. 70 من ايه؟ من المنافقين. يبقى كاتم سر رسول الله مين؟ حذيفة. تصوروا ان عمر اللي هو بجلالة قدره اللي ربنا، اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال له لو رآك الشيطان تسلك من طريق لتنحى عنه وسلك طريقا اخر. ده الشيطان بيخاف منك. تصوروا ان سيدنا عمر راح لحذيفة في يوم من الايام وقال له يا حذيفة بالله عليك هل سماني لك رسول الله بين المنافقين؟ انتوا مستوعبين يا اخوانا الناس دي كانت بتخاف ربنا ازاي؟ كانوا بيخافوا. ولذلك في آية في سورة الأعراف والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت أم المؤمنين عائشة أهو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر ويخاف من عقاب ربه؟ قال لا يا عائشة، بل هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يتقبل الله منه. على طول في قلبه خوف من الحتة دي. يا ترى أنا أعمالي مقبولة ولا لا؟ النهاردة بقى لما يصلي الفجر يا جماعة بقى بيمن على ربنا، يقول ده أنا الحمد لله مؤمن وكامل ومية مية، ده أنا بصلي الفجر يا جماعة.
انت وتصلي الفجر يا جماعه انا احسن منك. بيمن على ربنا بانه بيصلي الفجر يا جماعه، وهو ما يعرفش ان اللي مش هيصليهم هنا هيصليهم هناك بس في جهنم. هو مش عارف ما سلككم في سقر؟ ايه اللي وداكم سقر؟ سقر دي بتعدي على الناس وكده مرور الكرام. اهو ما سلككم في سقر اسم بنقول. تعرفوا ان ابن عباس لما سئل عن سقر قيل له ما سقر؟ قال واد في جهنم تستغيث منه جهنم. انتوا جهنم نفسها بتستغيث منه. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض. هي دي وكنا نخوض مع مين؟ اللي بيقول لنا حكايه حلوه خاصه في الاعراض. استنى يا اخي شوفوا ما يقول الكلام حراك، والكلام الحراك يجذب، وهو كلام الشياطين يا اخوانا جذاب. ايوه استنى يا عم شوف الحكايه دي بنت فلان وبنت علان وابن فلان وابن علان. استنى يا عم نسمع. تسمع ايه؟ هتسمع ايه؟ ده ربنا هو بيقول ان اللي دخلهم سقر ان هم كانوا يخوضوا مع مين؟ مع الخائض. وتيجي للحقيقه ما تلاقيش الحقيقه 1/10 من الكلام اللي بيتقال. 90% كذب و10% دول. تعالى للحقيقه، ده فلان وفلان دقوا ببعض ووقعوا ببعض، دول اخوات. ايوه وقعوا ببعض. ايوه لكن بقت ايه؟ واحد بقت عايز يخلي الحكايه حلوه، يروح ضايف بقت عليها ايه؟ التوابل بتاعته والبهارات والمقبلات عشان يبقى الكلام له طعم حلو زي الاكل الحلو. قوم احنا نسمع بقى، واخدين بالكم؟ تيجي للحقيقه تلاقي الحقيقه لا تمثل 5% من كل الكلام اللي انت سمعته. يبقى انت كنت بتخوضه بس اهو داخل بصدرك وبس، واهو بتسمع انت وتقول وتزود انت، ما انت عايز تعلي على التاني. وكنا نخوض مع الخائضين. حذيفه بن اليمان كان مره قاعد مع سيدنا عمر رضي الله عنهم جميعا وصلى الله على من علمهم. فسيدنا عمر بيقول له المصطفى ما ذكرلكش حاجه في الفتن يا حذيفه؟ ما هو كاتم سر رسول الله. قال له ذكر لي الفتن كلها. قال له انت ما قالكش الفتن دي هتبقى امتى؟ هتظهر امتى؟ شوفوا كان بيهتم بالامور دي ازاي. فتن يعني تفريق للأم. اديكوا شايفين حال المسلمين مشرذمين ومقطعين، وبتلاقي مسلم بيضرب في مسلم، ودي يقول الله اكبر والتاني يقول اشهد ان لا اله الا الله. شيء عجب العجب. فقال له الفتن دي هتظهر ايه؟ قال له لا اطمن. قال له ازاي؟ قال له يا عمر بينك وبين الفتن باب. بينك وبين الفتن ايه؟ باب. والباب ده هو اللي حاجز الفتن عن أمة الإسلام. قال له طيب الباب ده يا حذيفة يفتح أم يكسر؟ طب وهي تفرق يعني. ليه؟ لأن لو الباب اتفتح ممكن نقفله تاني، ما هو سليم. لكن لو الباب اتكسر مش هتتلام. خلاص بقى، ما هو اتكسر، هو الباب نفسه اتكسر خلاص. حتى احنا بنقولها في المثل اللي اتكسر ايه؟ عمره ما يصلح. صح ولا ايه؟ فشوف الاسئله، وشوفوا يا اخواننا الفطنه بتاع الصحابه. شوفوا حتى الاسئله اللي بيوجهوها لبعض. الناس دي كانت انا ما يعني مين يخطر في باله؟ حتى انا لو قلت لك ان في فتنه تظهر وبينك وبينها باب، بالله عليك يخطر على بالك تقول الباب يفتح ولا يكسر؟
لكن سيدنا عمر يقول له يفتح الباب أم يكسر؟ فقال له بل يكسر، يكسر الباب، ولما يتكسر الباب الفتن تدخل على الأمة، مش هيعرفوا يلموا الفتن، خلاص تظل الفتن إلى وعد الله بل ما نعرفش. فطبعا سيدنا عمر حزين من كلام حذيفة، فهو ماشي كده وسايب سيدنا حذيفة وهو ماشي، فنادى عليه حذيفة وقال له يا عمر. قال إيه يا حذيفة؟ قال له أتدري ما ذلك الباب؟ أنت تعرف إيه هو الباب اللي هو بيحجز الفتن عن الأمة؟ فقال له وما ذلك الباب؟ فقال له أنت يا عمر. ولذلك كسر الباب لأن سيدنا عمر استشهد، صح ولا ايه؟ يبقى كسر الباب ولا ما كسرش؟ مش قتل وهو يصلي يعني استشهد، إذا كسر الباب. يا عمر أتدري ما ذلك الباب؟ قال له إيه يا حذيفة؟ قال له أنت. ومن ساعة ما استشهد سيدنا عمر دخلت فتنة مين؟ بدأنا فتنة مين؟ فتنة عثمان بن عفان واللي حصل واللي جرى والخوارج ولسه الحكاية دي شغالة لحد دلوقتي، وتشرذمت الأمة وانقسمت كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم ستكون أمتي على 70 فرقة كلهم في النار إلا فرقة واحدة آمنت بكتاب الله وسنة نبيه. نعم أيها الإخوة الأحباب، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك. أظن أن أنا أطلت أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. جاءت الخطوة التالية، يبقى هو إيه؟ فلا تبتئس يعني إيه؟ فلا تحزن. أتحزن على إيه؟ ما خلاص اللي آمن آمن واللي ما آمنش هينزل عليه عذابي وانتهينا. يبقى أنت تحزن على إيه؟ فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. يقال إن سيدنا نوح زرع شجرة، والشجرة دي كبرت وعاشت عمر وفرعت، فأمر سيدنا نوح إن هو يأخذ من خشب هذه الشجرة ويصنع سفينة على البحر. طبعا قوم سيدنا نوح كانوا بيمروا عليه يقولوا له ايه انت غيرت المهنة ولا ايه؟ انت مش كنت نبي؟ انت ما جيت النهارده نجار ولا ايه؟ وبعدين يا نوح من يصنع سفينة أيصنعها في البر؟ في واحد يعمل سفينة على الأرض؟ طب تجري ازاي؟ وهم ما يعرفوش ان المية هتشيلها من تحت، ما يعرفوش غلابة. وبعدين هم كانوا يضحكوا عليه، فكان سيدنا نوح يقول لهم إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. بعض المفسرين قالوا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، أي في الدنيا ساعة ما ركب سيدنا نوح السفينة وشافهم كلهم وهم بيغرقوا، يبقى هو كان بيضحك عليهم زي ما هم كانوا بيضحكوا عليه. بعض المفسرين قالوا لا، ده هو يضحك عليهم وهم في جهنم في الآخرة. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. ده في الدنيا المجرمين بيضحكوا من مين؟ يضحكوا على المؤمنين. فلان ما كانش بيصلي بقى بيصلي، ده الداروش، أو خدني على جناحك، أو الجمل اللي هي تفيد نفس المعنى اللي هي سخرية بقت وكلام لورا. فطبعا إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. طب الجزاء من جنس العمل، انتوا كنتوا بتسخروا منهم في الدنيا، يبقى نرد برضه، نرد بس في الآخرة. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، ولكن يضحكون فين بقى؟ في الجنة على الأرائك
ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. وطبعا بدأت قصة ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى يأمر الارض والسماء، ولكن قبل الامر ما ينزل للارض والسماء الله تبارك وتعالى جعل علامة لنوح. علامة على ايه؟ على بدء نزول العذاب. في علامة انت هتعرفها. يعرفها ازاي؟ كان في بيت سيدنا نوح عين كده، كانت العين دي عنده زمان بتجيب ميه بطلت، فقال له لما العين دي تفور من تاني وتجيب ميه تعرف ان الامر بدأ، اركب انت بقى واللي معاك. اركب ايه؟ اركب السفينه. السفينه بيقولوا ان كان طولها 1200 ذراع وعرضها 600 ذراع، وكانت مكونه من 3 اطباق، يعني 3 ادوار. دور للدواب والحيوانات والحشرات، ودور للإنس، ودور للجن. طب وللجن ليه؟ ما هو الجن عايشين على الأرض، والطوفان مش هيخلي مكان في الأرض إلا وإيه؟ إلا ويغرقوا. فطبعا رب سبحانه وتعالى أمره بأنه ياخد من كل نوع من الحيوانات والدواب والبهائم، ياخد إيه؟ ذكر وأنثى. احمل فيها من كل زوجين 2. واهلك، اهله اللي هم مين؟ اللي هم ذريته. لكن في استثناء. مين الاستثناء؟ زوجته وابنه. هو كان عنده 4 اولاد، فيهم واحد مستثنى، الا من سبق عليه القول. خلاص احنا قضينا في امره وهو منتهي، سيهلك وسيغرق. بيقول لك ان اولاد سيدنا نوح حام وسام ويافس وكنعان. اللي خدهم معاه في السفينه حام وسام ويافس، وكنعان هو اللي غرق. وزوجته اللي هو ربنا قال عليها في القرآن وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. في بعض الناس يظن ان الخيانة هنا اللي هي الزنا، لا لا لا، ده الخيانة ان كانت زوجة نوح عليه السلام وزوجة لوط عليه السلام كانوا بينقلوا اخبار ازواجهم للكفار. ادي الخيانة، يعني كانوا جواسيس على مين؟ على زواجهم جوه البيوت. ادي الخيانة. فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. يبقى مين المستثنى؟ ابنه اللي هو بعد كده سيدنا نوح هيسأل ربنا رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. وأمر الله تبارك وتعالى أن تتفجر عيون الأرض، وأمر السماء أن تهطل مطرا. مطر بقى مطر غزير شديد، وبالفعل ده حصل. تصوروا يا إخوة، مية من تحت ومية من فوق، مية تعلى. بيقول لك من شدة الطوفان ده إن هو خلى الأرض دي، سطح الأرض يعني سطح الكرة الأرضية كله مية، لا ترى فيه يبسا أبدا. ما يقول لك إيه؟ ما يقول لك لما حصل الطوفان ده، طبعا سيدنا نوح لما السفينة رست بعد كده رست على جبل اسمه الجودي، صح؟ واستوت على إيه؟ ما يقول لك إن من شدة الطوفان تشامخت الجبال وتطاولت فأغرقها الله، إلا جبل الجودي تواضع لله فأنقذه الله من الغرق. شفتوا يا إخوانا؟ يعني من شدة الطوفان تشامخت الجبال وتطاولت فأغرقها الله، إلا الجودي تواضع لله فأنقذه الله من الغرق. من تواضع لله إيه؟ رفع. حتى في الجبال، حتى في الجبال. يا إخوة. وطبعا الأرض كلها بقت إيه؟ بقت مية.
يقال إن سيدنا نوح صار بالسفينة 6 شهور، من أول رجب لحد شهر الله المحرم. يبقى كم شهر؟ 6 شهور. واستوت السفينة على الجودي. استوت امتى بقى؟ لما رب سبحانه وتعالى أمر السماء وأمر الأرض وقيل يا أرض ابلعي ماءك. واحد يقول لي طيب يا أرض ابلعي ماءك، يبقى هي المية جواها مية، الأرض جواها مية؟ ده العلماء النهارده أثبتوا إن المية اللي في جوف الأرض قد المية اللي على سطح الأرض 30 ضعف. المية اللي في جوف الأرض يا إخوان قد المحيطات والبحار والأنهار اللي أنت شايفها دي اللي ظاهرة لنا 30 ضعف. أنتوا مستوعبين 30 ضعف يعني إيه يا إخوانا؟ 30 ضعف. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. خلاص كله هلك إلا مين؟ إلا من كانوا في السفينة. وهي شوف يا جماعة من شدة الطوفان، ورب سبحانه وتعالى يعني بيجرب لك صورة الطوفان دي إنه كان عظيم. يقول لك وهي تجري بهم في موج كالجبال. يا الله، كالجبال، الموج كالجبال. يا الله، مش ممكن يا اخوان. شوفوا وصف ربنا بيوصف الطوفان وعظمه في الارض كان ازاي. ولذلك حتى العلماء يقولوا لك ايه، ما هو الطوفان ده ليه اثار موجوده لحد دلوقتي في الارض. يقول لك الطوفان العظيم اللي هو اغرق الكوكب كله من قطره الى قطره. اللي نجوا اللي كانوا معاه في السفينه، وبعد ما نجوا واستقرت السفينة المؤمنين اللي كانوا معاه ماتوا، بس ما ماتوش هلكة، لا، الموت الطبيعي. وبقي من؟ ربنا قال وجعلنا ذريته هم الباقين، اللي هو سام وحام ويافس. سام أبو العرب واليهود، لذلك يقول لك على العرب واليهود ايه؟ اولاد عم. اولاد ايه؟ اولاد عم. حام ابو الافارقه والامازيغ. وعلى فكره احنا اولاد حام مصريين. اولاد مين؟ اولاد حام. طيب ويافس، يافس بقت ابو الترك والجماعه الاوروبيين اللي هم بيسموا بنو الاصفر، اللي هم الروم، اللي هي الدول الأوروبية وأمريكا والكلام ده كله. آدي النسل البشري كله يا إخوان. ولذلك يطلق على نوح، سيدنا نوح بيسموه إيه بقى؟ آدم الثاني. يبقى آدم الأول اللي إحنا عارفينه أبو البشر كلهم، لكن آدم الثاني مين؟ لأن كل واحد من اللي عايشين على كوكب الأرض نسله في الآخر يرجع لمين؟ لنوح عليه السلام. فهمتوها دي يا إخوانا؟ لأن المؤمنين اللي كانوا معاه ماتوا جميعا. وبعض المفسرين قال لك لا، هم عاشوا وما خلفوش. وجعلنا ذريته هم الباقين، قالوا دي معناها ان ولاد سيدنا نوح بس ال3 هم اللي خلفوا، لكن اللي كانوا معاه من المؤمنين ما خلفوش. وطبعا ونادى نوح ربه قال رب إن ابني من أهلي. عاطفة الأبوة يا إخوان، مهما كان ولدك هو ولدك، ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيعلم سيدنا نوح وبيعلمنا احنا من خلال سيدنا نوح ان ابنك اللي هو قد يكون من صلبك قد يكون في يوم من الايام عدوا لك. ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروه. هكذا قال الله. قال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. قال يا نوح انه ليس من اهلك، إنه عمل غير صالح. في قراءة إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. أعظك معناها إيه؟ أحذرك، أنذرك، لأن لا يمكن أبدا للنبي أن يكون جاهلا. ده الصالحين من عباد الله
هم اللي بيقولوا للجاهلين سلامة. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. سيدنا نوح بقى فهم الدرس، قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. شوفوا يا جماعة التواضع بقى. وربنا سبحانه وتعالى غفر لسيدنا آدم عشان إيه؟ عشان التواضع، وما غفرش لإبليس عشان إيه؟ زي ما قال الشيخ محمد كنا بنصار من شوية، وقال ده هو الكبر بس هو اللي يمنع الناس منه. فهو قال كده ما غفرش لإبليس عشان كبره، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. يبقى أنت معترض على أمر الله تكبرا منك على أمرك، صح ولا إيه؟ لكن آدم قال إيه؟ قال ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وسيدنا نوح قال وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين.